تعالوا بقى يا حلوين، لما اقول لكم على اكله مش هتاخد ربع ساعه في تجهيزها، بجد سهله جدا جدا جدا. عندنا قرنين فلفل رومي وطماطميتين وشويه توم حلوين كده، نحط عليهم ملح وفلفل وكمون كزبره. اوكي، وهنعملهم في الكبه بتاعتنا. انتوا عارفين طبعا ان انا الكبه بتاعتي بايظه، فاعمل ايه؟ ما صدقت رحت احطهم في الهون ورحت دقاهم في الهون. بصوا بقى، الصينيه دي صينيه سمك بوري سنجاري. انا جبت السمك البوري. هو المفروض يتفتح من الظهر، بس انا الراجل لما فتحوا ونضفوا انا نسيت خالص اقول له يفتحوا لي من الظهر، فتحوا الفتحه العاديه. فقلت مش مشكله عادي. غسلته كويس جدا ونقعته كويس جدا عشان الزفاره، وهرشه بالملح. وبعد كده هعمل ايه؟ هجيب صينيه هدهنها زيت. الخلطه بتاعتي انا نسيت اقول لكم، انا حطيت عليها كمان ايه؟ خضره، اي نوع خضره موجود عندك، شبت، كزبره، بقدونس، الثلاث انواع مع بعض انا حطاهم مع بعض، وحطيتهم مع الايه، مع الدقه بتاعتي وانا بدقها في الهون. دقيتهم معاها بيدي طعم اجمل وريحه اجمل. اوكي، رصيت السمك بتاعي اهو في الصينيه، وهحط عليه الدقه بتاعتي. وبايديا كده بقى، سيبكوا بقى من المعالق والكلام الفاضي ده، بايدك بقى كده وايه، وتبلي بيها السمكيه كويسه، واضغطي بيها ايه على السمكيه كده. انا فاتحه الفرن عندي من تحت ومسخناه. هتبله كويس كده زي ما انتوا شايفين التتبيله بتاعتي كده. وهعمل ايه؟ وهدخله الفرن بتاعي. انا مشغله الفرن ايه؟ من تحت، من تحت، بس مش هشغل الشوايه دلوقتي. عقبال بقى ما يقعد في الفرن 10 دقايق كده يستوي. هو مش، انتوا عارفين السمك اصلا اي نوع سمك ما بياخدش سوا. هعمل ايه؟ هجيب بقى الطاسه عندي فيها معلقتين زيت، بصلتين، طماطميتين، 2 حبتين فلفل رومي، وهقلبهم كويس. بصوا يا جماعه، الخلطه دي في ناس بتحطها زي ما هي كده، يعني زي ما هم كده. انا هعملهم، هقلبهم مع بعض ملح وفلفل، وهدعكهم كويس وايه، وهحطهم على وش السمك بتاعي. انا عن نفسي بحب اديهم نص تشويحه، بحب اديهم تشويحه كده على البوتاجاز، بيدوا طعم اجمل وبيبقوا مستويين اكتر، وبيبقى طعمهم ايه، احلى. انتوا براحتكم زي ما انتوا عايزين تحطوهم من غير ما يتعملوا على النار، تمام. عايزين تعملوهم زي كده، بس انا رايي زي ما بقول لكم كده اطعم. هشوحهم كده ياخدوا تشويحه حلوه كده معايا، يكون السمك بتاعي استوى وشرب التتبيله بتاعتي كويس جدا. وبعد كده هخرج الصينيه بتاعتي من الفرن، وهوزع عليها الخلطه بتاعتي ديت. لو وصلتوا بقى معايا لهنا، يا ريت تعملوا لايك وتعملوا شير وتعملوا كومنت جميل زيكم كده. اهو زي ما انتوا شايفين انا خرجت الصينيه من الفرن، وزعت عليها الخلطه بتاعتي التانية. وهعمل ايه؟ هطفي بقى الفرن من تحت، وهشغل الشوايه. هنطفي الفرن من تحت ونشغل الشوايه، خليكم مركزين معايا. وهروح ايه، حطاها تحت الشوايه، هياخد وش حلو كده ويتكرمل كده الخضار بتاعي، ونخرجه. بصوا، حطيت عليه كمان شرايح ليمون، دي للشكل برضو وبتخلي شكله احلى. والليمون ده بعد لما بياخد وش كده ممكن بناكله كده مع السمك، بيبقى طعمه تحفه. احنا لحد دلوقتي ما حطيناش اي ليمون على السمك بتاعنا. انا مخليه الليمون ليه للاخر، ليه؟ بيبقى طعمه اجمل والسمك بيشربه اكتر، وبيبقى بجد بيدي نكهه اجمل بكتير من ما نحطه وهو بيستوي. بصوا، انا حطيت بقى اهم حاجه بقى في السمك ده الليمون الكتير، كتري ليمون. مش عايزه اقول لكم، بجد بجد تحفه تحفه تحفه. باي باي.